صباح الفل يا عم سيف، عامل ايه؟ أنا تمام الحمد لله، أنت عامل إيه؟ انا كويس والله، كله فل. حلقة النهاردة بقى عن ايه بقى؟ عن ما بعد التخرُّج، إيه اللي حصل لك بعد طيب، التخرُّج؟ هو ما بعد التخرج دي فيها إمم. يعني كلام كتير، فيها جوانب كتير. يعني انت تحب نتناوله من انهي جانب اصلا؟ يعني مثلا آآ اصل انت عندك مثلا بعد التخرج في الجانب بتاع اللي هو انت خلاص داخل على شغل، وفي الجانب بتاع انك انت يعني مثلا داخل على الجيش. يعني كل واحدة فيهم ممكن تبقى حلقة لوحدها، ولا انت بتحب تتكلم عنها بشكل عام؟ بُص، أنا حاسس إن لأ، كل حاجة فعلًا أنت زي ما بتقول عايزة تبقى حلقة لوحدها، بس أنا حاسس إن أنا عايز يعني أتكلّم أكتر عن النفسية اللي أنت بتبقى فيها من ناحية كل ده، إن أنت امم فجأة بقيت شخص مسؤول، فجأة بقيت شخص عايز المفروض تشتغل، فجأة جيش، فجأة أنت خطوبة، مش عارف إيه. كل اللي أنت اتحطيت فيه مرّة واحدة ده وأنت ما كنتش مركّز له، فأنت الحاجات دي أنت بتواجهها لأول مرّة. تمام ماشي. طيب خلّيني بقى كده أقول لك على أسألك سؤال طيب الأول. قُل. يعني هو السؤال له علاقة هل أنت بقى شايف إن الشهادة ليها لازمة؟ السؤال آه، الدارج جدًا ده. السؤال ده كانش ليه لازمة والله بجد. طيب هاقول لك على حاجة، آآ أنا ليه أصلًا باسأل السؤال ده؟ لإن أنا عندي رأي. آه، أنا يعني عندي هو رأي مش هيعجب ناس كتير، ما دي المشكلة. أنا عندي رأي، أنا تقريبًا عندي نفس رأيك، بس قُل أنا كده، عندي يعني رأي قُل أنت مش الأول. هيعجب ناس كتير ارمي خالص. الأول أنت. ماشي. بالنسبة لي أنا حاسس إن لأ، الشهادة بتنفع. ليها لازمة، أيوه. الشهادة ليها لازمة أوي، أوي كمان. بس أنت المشكلة إن كل الشباب وأنا والله كنت شخص منهم، يعني أنت تمام عادي جدًا يعني، بتبُص على طول للأسهل، اللي هو إيه أنا أفتح تيك توك وأكبّس وكده، فطبعًا آه، فلوس كتيرة، إن أنا آه، أعمل إن أنا أعمل مثلًا أي حاجة ليها علاقة الحاجات الترفيهية دي، فأمّا بتشوف مثلًا حمو بيكا مثلًا أو أي حاجة من دول، إن أنا المفروض ما كنتش كل مرّة أقول المفروض ما أجيبش آسي كل مرّة والله أيوه. أقول كده. مصر تثير آآ الجدل أنت. بالذات والله بجد أنا مش عارف آه. باعمل كده ليه. الناس دي مثلًا لابسة بقى دهب ومش عارف إيه وحفلات وبتاع، فأنت على طول الحاجات دي بتغريك وده طبيعي جدًا، ده طبيعي جدًا إن أنت تتغري، بس فعلًا الشهادة ليها لازمة، ده أنا اكتشفته أمّا قعدت مع ناس شايفين برضه كده، يعني أنا أمّا قعدت مع كذا حد شايف إن الشهادة بتاعته ليها لازمة وهي فعلًا اللي هتأكله عيش، هو مشي ورا الحوار ده، من ناحية إن هو هاشوف بقى كورسات، من ناحية مش عارف إيه وكده، فأنا عايزك تقول لي رأيك أنت في الموضوع ده شوية. أنا بصراحة متّفق معاك 100%. ليه بقى؟ لإن بُص، هو يعني جملة دارجة جدًا بنشوفها على السوشيال ميديا، إنه يعني يجيب لك بقى نموذج ضرب ضربة، فطبعًا الcomment المشهور اللي هو بتاع اتفضل هتحط الشهادة فين وكده، و ويعني والشغل ده. فأنا بصراحة شايف إنه لأ، يعني أنت لو أنت يعني هو ضرب ضربة، بس في النهاية يعني مش حاسس إنه الشهادة يعني مش مقارنة مع الشهادة. يعني أنت مش بتقارن نجاحه مع الشهادة دي ليه أصلًا؟ ليه بتحط الاتنين جنب بعض؟ يعني هل الشهادة هي اللي معطّلاك مثلًا؟ يعني هو ده السؤال، يعني ده السؤال اللي أنا بجد محتاج إجابته. وفي النهاية في الغالب الشهادة مش هي اللي معطّلاك عن كده يعني. شايف إنه المقارنة ما ينفعش تكون ما بين الشهادة وإن حد يعني يكون ضرب ضربة أو طلع فجأة كده يعني. طب تقصد إن هو مثلًا المفروض يبُص للموضوع بنظرة تانية، إن هو مثلًا ما يقارنش نَفْسه بحد أو إن هو مش عارف إيه، بس أنا برضه أصل أنا حاسس إن إحنا كده برضه متحاملين إلى حدٍ ما شوية. في ناس فعلًا بتبقى عايزة تمشي ورا الموضوع، بس مثلًا ظروفها مش سامحة مثلًا، فبيضطر إن هو برضه يعمل الحاجات اللي هي السهلة دي. يعني بُص، هو في النهاية برضه يعني هي شكلها حلو إنّك أنت شايف حد بسهولة جدًا راح عامل فلوس وكده. بس في النهاية يعني أنت كشخص محترم ساعات ما تحبّش تكون يعني مش عارف أثير الجدل طيب والّا أعمل إيه؟ أنا أنا مش ملاحظ إن أنت الحلقة دي بجد الحلقة دي بجد هتجيب لنا كلام كتير والله. عايز أثير الجدل، وبس في نفس الوقت عايز آه. أكون متحفّظ شوية. يعني عايز أقول لا، لأ، برضه إنّك أنت ما تحبّش تكون مكان الناس دي. تقصد ي دقيق بقى وكده يعني.
يعني إيه، بُص إحنا خلاص بقى هي باظت مننا، فمن الآخر آه. كده إيه، أنت يا عم الحاج أنت عايز تكون في مكان محترم، معاك فلوس وفي مكان محترم، أنت المعادلة دي تعملها إزاي؟ دي بقى يعني بالسكة الصعبة مش بالسكة السهلة، بس يعني. طب أنت فيعني شايف مثلًا أول ما يتخرّج، يعني أنت شايف شخص أول ما يتخرّج دلوقتي وشخص عايز يتعلّم فعلًا، يعني شخص مش باصص للحاجات دي، هو شخص فعلًا عايز يتعلّم، يعمل إيه؟ أو مثلًا خلّيه مثلًا كلّمني من سَنة رابعة مثلًا. شخص يعني بُص، يعني هو أنت عندك كذا سكة للموضوع ده، عايز تتعلم يعني أنت مثلًا عايز اللي هو أنت شايف مجال وعايز تكبر فيه وكده والّا أنت يعني بتتكلم أنا في إيه؟ باكلمك في العموم، شخص عايز المجال بتاعه ده أيًا كان إيه هو، لو هنقول مثلًا إن هو آآ يا عم المجال بتاعك مثلًا، أنت ممكن تتكلم أنت فيه بطريقة أحسن يعني عنه، طب فأنت أقول لك شايف على مثلًا حاجة، هو أنا يبتدي ممكن إزاي؟ أقول لك أنا ممكن أقول لك أنا يعني اللي أنا يعني اللي أنا عملته تمام، يعني ممكن ينطبق برضه على جوانب على يعني تقريبًا أي حاجة أنت عايز على أي مكان أو أي career أنت عايز تمشي فيه. هو في تمام. النهاية إنّك أنت يعني هي برضه مش نصيحة جديدة، أنت بتقعد تجرّب، تجرّب، تجرّب. طَب تجرّب إزاي أصلًا؟ إنّك أنت بقى يعني كورس هنا، على كلمة من هنا، على workshop من هنا، في النهاية أنت استقريت على حاجة بتكمّل فيها، والكلام ده بتحاول تبتديه من بدري. يعني أنا يعني ممكن أقول إن أنا كنت محظوظ شوية بصراحة، إن أنا سمعت النصيحة دي بدري، آآ فده اللي ادّاني أفضلية فيها بصراحة. هاقول لك، أنا كنت شايف الموضوع بالنسبة لي أنا أنا كنت برضه باتكلم إن هي الشهادة أحطها فين ومش عارف إيه، وكنت نفس الway دي يعني، لحد ما لقيت لأ، أنا فعلًا زي ما أنت بتقول أنا عايز أبقى في مكان تاني، وبرضه عادي معايا فلوس وبس في مكان محترم وبتاع وكده. بس اللي أنا كان الصراحة نقطة التحوّل كانت بالنسبة لي إن أنا غيّرت دايرة معارفي إلى حدٍ ما شوية، إن أنا مثلًا بدل ما كنت باقعد مع كذا وكذا ومش عارف إيه وبتاع يعني مش دماغهم في دماغهم يعني ممكن في حاجات تانية وبتاع وكده، بس مش دماغهم في اللي هو الشغل وإن أنا أعمل وبتاع وكده، فأول ما غيّرتها ورُحت مع ناس فعلًا عايزة كده، أنا لوحدي خلاص ابتديت أمشي في الموضوع، وبصراحة الناس أنا كنت محظوظ برضه من الناس اللي قعدت معاهم وأنت شخص منهم يعني، إن هُم يعني ادّوني دفعة كبيرة وهو يعني وما حدش بخل بحاجة الصراحة، ما حدش بخل بحاجة خالص، يعني أنا فاكر إن أنا جاي لهم كان الCV بتاعي مكتوب بالعربي وفيه حاجات غريبة كده وبتاع، طبعًا هو أكيد الموضوع كان ضحك كان ماشي، ضحك لحدٍ ما شوية، بس تمام. اللي هو إيه في برضه خلّي بالك زمايل وِحشة، يعني اللي هو لأ ما تعملّكش ما مش عارف إيه، ما تقولّكش على حاجة، فأنا الصراحة يعني أنا فاكر أنت وفارس وعبده فرقتوا الصراحة معايا في الحوار ده، أنت فده أثرت نقطة الصراحة أنتم مهمة. أشكركم جدًا. أثرت نقطة مهمة أوي اللي هي بتاعة فأنا دايرة المعارف دي. الزمايل أنا دي الصراحة أنا عايز يعني أقعد فيها شوية، صحابك والله هم 80% من اللي أنت عايز تعمله واللي أنت هتعمله واللي عملته وكل حاجة، صحابك هم اللي ليها أنا ما باقولكش اقطع، لأ، بس عادي آه. إن أنت ممكن تقلِّل شوية، يعني ضيّع وقت أكبر مع ناس ناجحة أو ناس عايزة تنجح أو ناس دماغها حلوة أو ناس بتتكلّم في أي حاجة مش دارجة على القهاوي وكده، اقعد يعني الناس دي هي اللي هتخلّيك شوية في حتّة تانية، فأنا عايز أدّي الصراحة لحوار الصحاب ده شوية، أنت آه. دماغك متقفّلة على حتّة إن الشهادة تحطّها فين بسبب الناس اللي أنت معاها. وبعدين طب ما أنا أصحابي والله يعني هم ناس كويسين، بس يعني لاعبين شوية. صحابي والله ناس كويسين بس لاعبين أعمل إيه طيب أنا ألاقي ناس تانية إزاي والّا أعمل إيه أنا؟ أنا مش فاهم. طب حلو، ما في أنا الموضوع ده برضه اتحطّيت فيه، حاول إن أنت يعني لو أنت خلاص بقى الشخص ما عندكش مثلًا دايرة معارف كويسة أو إن أنت مثلًا تستفاد منهم أو كده، حاول على قد ما تقدر إن أنت تعمل يعني قعدات جديدة، تصاحب ناس جديدة، حاول إن أنت صدّقني LinkedIn بييجي منّه والله، يعني بعيد عن إن هو شخص حقيقة آه. إن هو أصلًا حاجة بتعلّمك للشغل وبتعلّمك مش عارف إيه وبتاع وكده، لأ عادي تقدر تعرف يعني تكبّر الnetwork بتاعتك إن هُم ممكن يبقوا زمايلك، وأنا أعرف ناس دلوقتي أنا عارفهم من LinkedIn. إمم.
يعني الاقيهم فين؟ على لينكد ان بس؟ لا، في كتير لينكد ان، وفي في الورك شوبس اللي قال عليها، في حاجات لاي حاجه صدقني. ودي برضو عايزه انبه عليها، دي انا الصراحه ما عملتهاش وشايف ان انا فرقت معايا قوي، ان انا ما دخلتش اي كلاب مثلا في الجامعه. الموضوع ده بيفرق معاك قوي قوي بقى في المجال اللي انت فاهمك. فيه، بجد بيفيدك. اه يعني انا بس انا ما اعرف دخلتش ناس كلاب برضه. آه، ده عادي. انا مش لا يعني مش لازم يكون ان ده اللي عادي اللي هيوديك في حته كويسه او بتاع، بس هيساعدك. عشان انت يعني مثلا لو نتكلم ان احنا ان انت مش عارف تعمل صحاب او كده وبتاع، خش كلاب جوه، هتشتغل فهمت. وهتعمل وهتتعلم حاجات جديده، وفي نفس الوقت هتعمل صحاب كويسين. بس فكره هتعمل حلوه برضو فعلا. اللي هو، وهتعرف مجالات كتيره، هتعرف مجالات كتيره قوي. فدي برضو حاجه اه. كويسه الموضوع الكلاب ده. طيب. برضو بقى انا كنت عايز اسالك انا بقى سؤال. انا شخص خلاص اهيئ نفسي ازاي ان انا خلاص داخل على مسؤولية، وان انا يعني لازم بقى اشيل مسؤولية نفسي، وان انا مش عارف لو مثلا في بنت عايز اخطبها، لو انا لازم سنة الجيش دي برضو ممكن يعني هعمل لها حلقة كده كده، بس ايه، انا عايز لها اه مثلا ترمي انت كلام. جملتين كده هيئ نفسي ازاي. لا 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 لا، الحلقة دي انا لازم المصفوع من المركز التدريب مش من الجيش. اه مركز تدريب المصفوع من المركز. انت عايز ترمي كونتنت، شويه مركز تدريب وشويه بس جيش وشويه لا لا، بالذات انا عايز عايز اتكلم عن ده شوية. بس قول ايوه لي بقى. فاهم. والله انا شايف بصراحه انك ما بتهيأش نفسك، انت تخش واللي يحصل يحصل بصراحه يعني. آه، انت بس يعني انا يعني مش عارف بصراحه تهيئه النفس دي بتكون عامله ازاي، لان انا ما يعني مثلا انا خلاص اتخرجت، وعايز اوضح ان انا ما كنتش عارف الطريق برضو يعني. تمام انا كنت مركز شويه في الكارير بتاع البروجكت مانجمنت، اتخرجت شفت بقى موضوع الجيش وكده وخدت يافا. فبالنسبه طب للشغل اعمل ايه؟ قعدت قعدت اقدم كتير كتير كتير، رفض 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 رفض، تمام. كل الكلام ده العادي يعني. يعني مش حاجه برضو قصه مش اللي هي يعني نادره او كده، عادي لا يعني ناس كتير تعرضت لرفض كتير في موضوع الشغل ده في اول الكارير بالذات. آه، فهي الفكره انك انت يعني مفيش حاجه تعملها انت، يعني في النهايه انت يعني بتتكلم من وجهه نظر حد ما عندوش محسوبيه او كده، او واسطه. يا عم انت خدت مني السؤال يا عم، يا عم خدت مني السؤال ده، كان لسه السؤال اللي بعده. عايز اقول لك ان انت اه. اه. تتكلم ازاي وعايز توجه مثلا رسائل عامله ازاي للناس اللي هو انا ما عنديش واسطه تشغلني هنا، او ان انا مش سبقتك انت. اه, لا انت بجد انت رخم. فكنت عايزك بقى تقول لي ان انا شخص دلوقتي لسه متخرج، ما عنديش واسطه، ما عنديش خبره، ما عنديش حاجه، ايه اعمل ايه؟ بص هو انا طب اقول لك على حاجه، دي بقى ممكن تهيئ ليها نفسك من قبلها. ازاي بقى؟ يعني هو برضو احنا نرجع للنقطه الاولانيه بتاعت الشهاده، تحطها فين وكده الدرج والكلام ده. اه 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 درجه ف يعني درجه. يعني خلاص ما تسترس ما ت- اه ما تغطش عليها يعني. بس المهم ماشي. يعني انه طيب يعني هو في النهايه برضو بصراحه الشهاده بتفرق، بتفرق. انك انت يكون طب في ايه بالظبط؟ يعني خليني برضو اقول انه يعني في السي في بيطلب ساعات انك انت تكون متخرج كتير، بما اني يعني قعدت فتره عمال بدور على لينكد ان لما اتخرجت يعني وكده. فلا الناس بتطلب انك انت لازم تكون متخرج من كليه كذا، عادي يعني مفيهاش حاجه. طيب في بعض الشغلانات مثلا اعتقد البروجرامينج برضو مش من ضمن الحاجات دي، انك انت لازم تكون متخرج من كمبيوتر ساينس، او في بعض الاحيان انك انت يعني بتبقى بريفيربل حاجه انك انت تفضل انها تكون معاك، فهي في النهايه تديك افضليه. طب ده بالنسبه للشغل. هنخش مجتمعين بعدين، بس خلينا بس في حته الواسطه وانه ازاي طيب تتغلب على الحته دي، وازاي تهيئ نفسك ليها في الاول. انك انت بقى ايه يعني برضو زي ما قلت انك انت تحاول تدور على الموضوع ده من بدري شويه، يعني آه آه تجرب ده وتجرب ده وتجرب ده. يعني ممكن اقول لك بقى ايه على الحته اللي انا خدت فيها الصفعه بتاعتي، انه قعدت انا بقى ايه اجرب شويه يو اي يو اكس،
ما جاتش معايا. اجرب شويه. ايه تاني؟ يا نهار ابيض، انا نسيت كل حاجه. انا قعدت اجرب ايه، قعدت اجرب ماركتنج، ايوه. برضه ما جاتش معايا. قعدت اجرب اتش ار. لو انت ما اعرفش انت تعرف يا المعلومه دي ولا جدع لا. اه ده ما والله اعرفش. العظيم. انا ملك الاتش ار، وانا ماشي يا عم. بس برضه ما جاتش معايا، وكذا حاجه برضه في الاخر استقريت على اول حاجه اصلا كانت جت في وشي، اللي هي البروجكت مانجمنت. يعني انا كنت خدت في بروجكت مانجمنت كورس، بعد كده ايه قعدت لفيت لفه حلوه، بعد كده رجعت لها تاني. بس كل الكلام ده كان ايه في الاول خالص، بعد كده يعني ده اللي خلاني متهيأ شويه. فانا عايز برضو اقول لك على حاجه. امم قول. دلوقتي يعني انت بالنسبه لك الموضوع ده مشي كده ولا مشي بطريقه تانية؟ كان برضو انا حابب اعرف لو مشي بطريقه تانية تكون مشي ازاي. هو انا الصراحه برضو كان يعتبر زيك. انا اتخرجت انا مش عارف انا اعمل ايه خالص خالص بقى. مفيش اي خطه في دماغي، مفيش اي حاجه انا ابتديت فيها، مفيش اي حاجه. بس الفكره ان انا اول ما يعني ما قلت لك فكره ان انا غيرت دايره معارفي وكده، فانا فضلت قاعد ساعتها في البيت مش عارف اعمل ايه. فجت قدامي كورس الموارد البشريه، كان اه، مكتوب كده بالعربي. بالظبط. اه. كان في الدقي. كان في الدقي. ده في جميل يا عم، البحوث، حلو. تمام. حلو يا عم، كويس. فقلت لا، انا هاخد الكورس ده وانا مش عارف. طب خلي بالك بقى، اقول لك انا مش عارف اصلا الاتش دار ده بيعمل ايه. انا عارف بس ان اه. هو بيعين وبتاع، زي اللي هو فكر اي حد ما بتيجي تقول اتش ار ان هو يعين اي. وبيخصم لك والكلام ده بس. هو اه. اتش ار ما بيعملش حاجه، ان هو بيخصم وبيعين وبيدي ان هو رواتب. بيعرف العملاء وكده، بالظبط. الموظفين وكده يعني. ولا اه. الهوا حاجه بجد، ولا الهوا ايه تاني. رحت داخل الكورس، بس قلت بقى ايه، الكورس كان لسه هيقعد اسبوع او اسبوع ونص مثلا كده، عقبال ما يبقى فيه ايه، جروب تاني يجمعوه يعني وبتاع. رحت فاتح بقى ايه اونلاين، واكتشفت ان انا فعلا اغبى قرار عملته ان انا نزلت ودفعت فلوس في كورس اوفلاين. انت ممكن تاخد يعني، ممكن لو عايز تاخدها خدها دبلومة بعدين، لكن إثارة ككورس الجدل دي. هيديك. دي حقيقة. كورس بتضرب صناعة، خلي بالك. دي سيبني، طب سيبني والنبي النهارده عشان اتفضل اتفضل. عشان الموضوع ده بجد انا اتضايقت منه قوي يعني. ضايقك أوي، أي أي. بص يا باشا، اي بيزكس عايز تاخدها خدها من على النت عادي جدا، ما تقولش بيضرب. أيوه. عادي. اي بيزكس وحط تحت بيزكس دي يعني 800 خط. ان انت اه. هتاخدها عادي جدا من على النت، من على كورسيرا عادي فشخ. تخش تقول ان انا اكيد الناس عارفه الحوار ده، واللي مش عارف برضه هنبقى نقول له يعني. ان انت تخش تقول ان انت طالب ومعكش فلوس ومش عارف ايه، وبيديك الكورس يا باشا بعد اسبوعين. تاخد كل اللي انت عايزه من على النت عادي جدا وفري، والدنيا كويسه. عايز بقى خلاص بقى تخش في حته ان انت بقى ادفانسد شويه في المجال ده، خد دبلومه في المجال ده. لو انت اتش ار، بكلم اي حد عايز يبقى في المجال ده يا جماعه، عشان هتتعور كتير قوي. هتتعور كتير والله. انا عرفت كل البيزكس عادي جدا من على كورسيرا عادي. وفي على فكره يعني حاجات تانية ممكن تاخد منها الكورسات يعني. اهو بص، اهو ده بنشير للبتاع يعني. أنت كورسيرا عمال محتاجه تعمل دلوقتي. سبونسر أنت، اه. كورسيرا وكده وروهلا قبل كده. أنا مش فاهم أنت عايز إيه، يعني عايز توصل لإيه أنت؟ انا وعمال هقول تستقل كل شوية كورسيرا كورسيرا، طب ما في يا عم حاجات تانية يا عم، في إيه؟ في مش فاهمك المنتور برضو بصراحة. كويس. يا عم ماشي، برضه منصة مصرية وبتاع. شجع يا عم اه الصناعة يا عم. المنتور كويسه برضو يا جماعه قوي يعني. وينفع برضه. برضو ماشي. المهم اه. يعني خدت خلاص الكورس ده، وخدت كورس انا على النت قبل ما اروح الكورس الاوفلاين. طلعت من الكورس الاوفلاين. انت لو شاطر والله العظيم الشخص هيجري وراك يعني. انا الانستراكتور بتاعي خدني انترنشيب من وانا في الكورس. خدني انترنشيب وبتاع كده. اللي محدش جري فرق ورايا يا بس اسطى. ايه. ما هو أنا مش يا محدش ابني، جري ورايا. هو ده لسه تبوظ النصيحه، ما تسيبني. أنا ما أعرفش يا بس اسطى، أنا بقول لك يا عم اللي حصل معايا. بس ما انا كمل بقول كمل. ما اعرفش، ممكن انا كنت انا مثلا اميز الناس اللي موجودين مثلا وبتاع. على بس فكرة يعني أنا أشيد بالكلام ده. انت والله، انت لو مميز بجد انت هتتاخد عشان فكره. اصل هقول لك على حاجه، انا كشخص دلوقتي في كاتش ار وبشوف برضو الناس وكده. والله احنا بنقعد ندور على ناس كتير جدا، بس انت لازم تبقى في الجوف، لازم تبقى جاهز. انا اللي منعني عن فكره ان انا ما اخشش الانترنشيب دي بس حوار الجيش يعني. انا مش في الجيش، انا كان زماني
انا تمام، انا تمام جدا، وفي الانترنشيب وخلصت ال3 شهور واتعينت والدنيا حلوه قوي، فانت لو جاهز عادي. إمم. أنت دلوقتي قول. برضه مختار مجال فيه زحمة أوي، أعمل إيه أنا طب دلوقتي؟ يعني آخُد مجال فيه زحمة والّا آخُد مجال لسه جديد طالع، أخُش مثلًا AI وautomation ها، والّا أعمل إيه أنا بقى؟ أنا برضه مش فاهم، أنا هقول. سامع إن فيها فلوس كتير. اه. ايوه. آه، انت كده سامع كده إن اللي فيها فلوس كتير. هيحركك، انت كده كده اللي هيحركك يعني سيبك من حوار ان انا ما بجري، لا انت هتجري ورا الفلوس كده كده، انت خلاص انت دخلت في حته ان انت مسؤول الى حد ما شويه، فانت كده كده هتشوف ايه اللي هيجيب لك كتير. بس انا بتكلم إمم. في حته، يعني بحب اتكلم على طول في الشغلانات اللي عليها زحمه عشان تتميز فيها ازاي. انا كشخص انا يعني جالي 3 هيد هانتر وانا مش باروح وراهم. فكره ان انا بس اديت يعني للناس فكره ان انا باخد كورس، انا واخد عند 14 كورس. فلما حد بيبص عندي لا الشخص ده كفء الى حد ما ان انا اعمله. فجالي 3 هيد هانتر، بس برضه كنت برفضهم عشان الجيش. فنحط حته بقى يعني ان انا بحط بقى حته ايه، ان انا لو انت كويس الناس كده كده هتجري وراك. تمام. طيب ده بسبب إنّك أنت كنت مهتم بLinkedIn وكده؟ دي بقى رساله كويسه جدا، كويس ان انت اتكلمت عليها. صدقني لينكد ان هيفرق معاك في شخصيتك انت عموما، بجد هيفرق معاك قوي، لازم إزاي يا عم؟ تبتدي ده معلش زي. social media يعني، إزاي تفرق في شخصيتي يعني؟ ما هقول لك بقى والله، هقول لك انا بكلمك عن حاجه شخصيه. أنا أقول لك إزاي؟ اه انا اقول الله يرضى عليك سيبني والنبي. المهم، آه. هتفرق معاك ليه؟ انا كشخص انا ما تعملش زيي، ما تبتديش لينكد ان بعد ما تتخرج من بعد رابعه، ده طبعا غلط جدا. من وانت في اولى، دي من وانت في اولى خده زي الانستجرام عندك كده، ان إمم. انت لازم تعمل لينكد ان وكل تابديت عليه كل حاجه، كل حاجه بجد. انت خدت شهاده في مثلا كورس او اي حاجه، تقول انا خدت كذا كذا، رحت اي وركشوب، رحت اي ايفنت. آه كل الحاجات دي صدقني بتفرق معاك، وهتفرق معاك من بعد بقى انت اهو. نيجي بقى لحته بقى ان انت معاكش واسطه، انت اللي هتعمل واسطتك بنفسك، وانت اللي هتعمل النتورك بتاعك لنفسك وبتاع، وما تتكسفش. انا كنت شخص كان بيتريقوا عليا والله على الموضوع ده، كنت بخش على طب كل الاتش ار كل الاتش ارز اقعد كونكت مثلا من سكه 100 واحد بيجي لي 50، بس ال 50 بطلع منهم برضو بخمسه كده، هي الدنيا كده. صباعك ورم أنت من الحوار ده. اه لا لا بجد انا كان يا ابني اللي بيديني بان كل شويه يقول لي تعالى الاسبوع الجاي، والله أيوه العظيم فاهم. بس الصراحه طب برضو فرق معايا دلوقتي. آه. طيب تمام ماشي، يعني جايز عشان كده بقى ما كانش حد مثلًا أصل أنا عكسك تمامًا في الحوار ده، هل عشان كده في بقى ما حدش جري ورايا في الLinkedIn وكده؟ بص انا بصراحه مش عايز افتي يعني، ما انا برضو خلي بالك الناس اللي كانت يعني هو في ناس من اللي كانت معايا وشافت انه يعني عامله كونكت معايا وشايفاني وكده، عرضوا عليا، وفي ناس صراحه جات لي من بره. فدي ما تربطهاش الصراحه، يعني في صراحه شغلانات مش لازم ان انت اعمل للناس، حتى الناس في مجالك وتكون عارفهم وكده، لكن انت واحد اتش ار انت محتاج تعرف الاخضر واليابس. حلوة دي. والله بجد انت لازم تعرف كل آه. حاجه. فاهم، فاهم. لكن أيوه. انت شخص بروجكت مانجر، فعادي اللي هو فعلا الناس اللي عندك لازم تبقى عارفهم عادي، اللي هو مش هيخسر. وبس برضو لو مثلا لو 10 20 واحد اتش ار كويس مش هيخسروا معاك بحاجه. تسرقوا أنتم بوستات من بعض أنت وحاجة يعني مش بس لا لا ما ماشي يعني. تقولش في بس حلقة كده. تانية دي بقى، دي في حلقة تانية دي اه لوحدها بقى اه إيه، مش كده والله مصفومة الLinkedIn. لا لا لينكد ان الصراحه انا والله انا بكتب بوستات لنفسي، والله انت بتشوف والله بتعب فيها ازاي، لكن أيوه في لأ ناس صح. كتير قوي والله في ناس كتير قوي. يا ابني انت حتى خد وحشين أنتم مع الصيغه، بعض. خد الصيغه غيرها يعني. خد ماشي، خد الصيغه وحط حط فاهم قُلت فول ستوب منقول. حتى في اه قُلت لا 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 خساره، ما نقول ايه يعني، ولا بيعملوا ريبوست ولا بيعملوا الكلام ده، إمم. بياخدوا وياخدها هي بالظبط بالهاشتاجات. أيوه. أنا فعلًا يا اسطى فالاتنين باسكرول ألاقي نفس يعني ممكن ألاقي يعني الاتنين تحت بعض ورا بالضبط. بعض ورا بعض طب ليه؟ ده بقى وحشين أنتم مع بعض أنتم بتوع الShower. الصراحه جدا. طيب ماشي. طب بقى طيب عايزك بقى تكلمني في اتفضل. حته، انت المشكله ان انت خدت اعفاء، بس كلمني على حته ان انت اول شهور ان انا خلاص هخش في حته الجيش وكده وبتاع، الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ آآ هي بُص، هي بتبقى إيه، أنت بتبقى مش عارف طيب
أنت معاكش فلوس، أنت بتبقى في حتة إيه، يعني أنت لا معاك فلوس تمام، قاع ولا يا عارف لهوي تشتغل قاع. تمام، ولا عارف تسافر أساسًا عشان معاكش شهادة لسه، ويعني مش عارف تعمل إيه تاني، أنت مش عارف تعمل أي حاجة. فيعني عارف أنت في كده اللي هو إيه، الفترة اللي هي ما بين التخرُّج والجيش دي بتبقى يعني فترة كده أنت خلاص بتبقى يعني ما فيش بلوك من كل حاجة، الدنيا عاملة لك بلوك، فمش فاهم بصراحة أنا يعني هي بقى قضّيها اعمل أي حاجة مفيدة، أنا ما أعرفش بصراحة. أنا شايف إن أنت يعني أنت ما تضغطش على نَفْسك. طبعًا الكلام ده أنا نِفْسي أقوله يعني ليّا، بس يعني هاوجّه لك نصيحة وخلاص يعني. ما تضغطش على نَفْسك اتفضل. خالص، أنت كده بتبقى في وضع مش أحسن حاجة خالص. فأنت طبيعي إن أنت ما معاكش فلوس وشايف إن الناس جنبك مثلًا اشتغلت ومش عارف إيه وبتاع، وأنت لسه دخلت الدوّامة دي. فما تضغطش على نَفْسك خالص. أنت في الفترة دي اعتبرها إن هي فترة راحة. أنت يا عم كنت ثانوية، شغّال إيه، الجامعة وبتاع، خُد السَنة دي راحة ليك بسبب إن أنت لو ضغطت نَفْسك هتلاقي الجيش ده أوحش أيام حياتك. فخُش عادي، آآ خُش ضبّط الدنيا وبتاع، هي السَنة وخلّصها هتلاقي الدنيا فتحت قدّامك يعني عادي. تسمح لي أعترض على كلامك؟ اتفضل. أنا يعني مش شايف بصراحة إنها فترة راحة يعني، هو أنا قُلت أقضّيها مش بس اللي هو ما أقصدش بيها إنك ترتاح يعني، طالما أنت واخد لإن إعفا طبعًا فأنت لازم تقول كده. عمّال ما أنت أنا واخد. باتكلّم أنا وإيدي مش في أيوه، أنت مش فاهم ما هو حاجة. اللي إيده في المَيّة واليد في النار فاهم، أيوه. لأ أنت بس أنا مش فاهم باتكلّم لا ثواني طبعًا. بس عشان ما ندخّلش بس الحوارات في بعض، أنا مش باتكلّم على اتفضل. الفترة اللي هي بتاعة الجيش نفْسها، أنا باتكلّم على الفترة اللي هي قبل الجيش وبعد التخرُّج، اللي هي الإيه، اللي هي لسه بتقدّم. الوقت اللي هو المشلول ده، فاهم؟ أيوه، إن أنت مش يا اسطى أنا بجد ده أوحش أيام حياتي. أيوه، وقت والله مشلول الفترة أوي دي بجد يعني في سيبك من حياتك. الجيش، سيبك من فترة الجيش، فترة اللي هو أنت هتقدّم ولسه مثلًا مستني دفعتك مثلًا إن هي تخش. يا خبر أبيض على دوّة! إمم. أنت لو مثلًا أنت دفعتك اللي هي بعد التخرُّج على طول، فأنت كده محظوظ، خلاص أنت فاهم، مش محتاج أصلًا تستنى كتير. ما لو مثلًا بتحصلش. أنت لا، بقى لأ. مضطر تستنى كام شهر إمم. أو حاجة، فدي بقى بتبقى صعبة شوية، لإن ما حدش عايز يدخّلك لإنك لسه معاكش الشهادة بتاعة الجيش، فورقك مش هيكون كامل، وكمان مش عارف بقى طب يعني هتعمل إيه بقى يعني أنا عارف أشتغل، فطب هاخد كورسات، تمام خدت كورسات، طب وبعدين برضه ما هو اليوم كتير برضه، مش عارف أعمل إيه. فيعني بُص أنا هاحكي لك اللي حصل معايا، هو أنا بصراحة كنت يعني متوفّق شوية في الحتّة دي الحمد لله، لإني دخلت internship. إمم. فيعني لو تعرف تخش internship في الفترة دي، شايف ده أحسن حاجة ممكن تعملها بصراحة، لإنك يعني دي في النهاية حقيقة. الinternship مش بتحتاج يعني ورق كتير يعني زي بتاع الشغل وكده، ما بتحتاجش يعني كل الإجراءات دي، يعني برضه حاجة أهو يعني اللي هو إيه برضه بتوسّع معرفتك وتجربة جديدة وحاجة برضه تضاف للCV وكده، بس. دي حقيقة، دي أحسن حاجة فعلًا أنت ممكن تعملها، إن أنت تاخد internship مع إن أنت برضه تلعب، عشان أنت داخل على أيام صعبة جدًا. أنت لازم تلعب كويس يعني وتخرج وتروح وتعمل. بس في نقطة بقى أنا عايز أتكلم فيها برضه شوية.